راس انت خاين تركتوني والله بحرق اي حدا بيقرب علي بحرقه. هي الغرفة هون كانوا يجيبوا الأطفال. هي الغرفة؟ ايوه، كانوا يجيبوا الأطفال يسحروهم ويبعثوهم لعالم الجن. اسمح لأي واحد بهذا الكوكب يتعدى على أي طفل وأنا موجود. راح أضربه طلقة بس يطلع. ليكو محمد أخي بسم الله الرحمن الرحيم. الرحال كان يجي لهون على طول هو وأتباعه معاه تبع اسمه القزم. كيفكم يا مغامرين؟ ان شاء الله تكونوا بأفصح وخير يا رب، واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. يا مغامرين رجعنا لكم بفيديو جديد. ما بعرف منين رح بلش لكم، بس يا مغامرين باخر فيديو مثل ما شفتوا انا بعد ما حررت اخي ما بعرف شو اللي صابني، بظن سحروني الجان او السحرة او الخبيثين لدرجة اني انا نسيت الرحال. انا كنت رايح لحرر اخي والرحال بس، ولكن الحمد لله انه عندي اخوه مثلكم صاروا يكتبوا لي بالكومنتات انه الرحال وين. فانا هون راسي صار يوجعني كثير ودخت، وحتى اخي كان نسيان الموضوع على الخالص. فانا هون بصراحه تعبت كثير، وقفت تصوير، وقفت عن شغلي، وقفت عن كل شيء. عشت ابحث اني انا ليش نسيت هيك معلومه، ليش انسى الرحال. بجوز أثروا عليك نسوك الرحال. يا مغامرين هلا رح نرجع للمكان نفسه اللي انا حررت فيه اخي، وهلا بدي منكم يا مغامرين دعواتكم انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك. وشكرا لكم من القلب لكل النصائح اللي قدمتوا لي اياها كرمال حرر اخي والرحال. على فكره انا عم بقرا كل الكومنتات اللي عم تساعدني، وعم بحط لها قلوب، عم برد لهم الكومنتات وعم بتفاعل معهم لانه فعلا عم بينصحوني. شكرا لكم كلياتكم. فهلا حابب بس اسال اخي محمد عن كم موضوع قبل ما نروح. محمد، انت تتذكر شيء من هدول اللي كانوا خاطفينك او كان ساحرينك؟ واحكي لي هل عندك خطه نحن نروح نحاربهم فيها؟ أنا بتذكر بعض التفاصيل بس ما عم متذكر كل شيء. يعني متذكر كل شيء. يعني انت مانك متذكر كل التفاصيل اللي صارت معك؟ انا ما راح اكد لك 100% اذا رحنا لهنيك نشوفهم ولا لا، لانه ده كيف يعني اذا رحنا ما نشوفهم؟ ليش يعني ليش اذا رحنا ما نشوفهم؟ لانه حسب ما كانوا عم يحكوا، انا بتذكر هي اللحظه اول ما سحروني. ايه قالوا نهاجر من هي المنطقه نرجع المنطقه السنه اللي بعدها. فما بعرف، بجوز نروح نشوفهم، بجوز لا، بجوز هاجروا طلعوا من المنطقه. يا مغامرين اللي انا فهمته من اخي انه عم بيقول انه المنطقه هي او المكان الموجود المسحور هنيك، انه ممكن هلا اذا رحنا ما نلاقيهم، لانه عم تقلي هن بالسنه بيجوا مره وحده. يعني هذا ظهور بس لهم، ظهور. فيا مغامرين ان شاء الله ادعوا لنا بلكي بنلاقيهم. ما بضمن انه يطلعوا او ما يطلعوا ابدا. هذا المكان انا بشيل ذمتي منه على الخالص، لانه هذا المكان مليء بالسحرة ومليء بالجن بس، ولكن ما عم يظهروا للعالم. ما بعرف ليش، لانه انا بتذكر انه قالوا سوف نذهب من هذا المكان ونعود اليه في السنه القادمه. يعني انا اللي فهمته، انا بتذكر اول ما اخذوني انه ممكن ما نشوفهم. اوكي يا مغامرين هلا بدي منكم دعواتكم، رح نروح نتجه للمكان وان شاء الله بلكي بنقدر نلاقيهم. انا ما بضمن ولا اي حدا اذا راح ممكن يشوفهم او ممكن ما يشوفهم، ما بعرف. حتى انا ممكن شوفهم ممكن لا. بس يا ابطال مع هيك رح نروح ونغامر ان شاء الله، ورح نسترجع الرحال. دعواتكم، بعرف طولت عليكم كثير بالمقدمه بس لازم كنا نسال محمد هي الاسئله. تابعوا الفيديو. اوكي يا مغامرين احنا جينا على المكان نفسه، مكان المشعوذين بس، ولكن اخي رح يحاول يدلني على المكان. معلش في صوت. كمل المقدمه. رح يحاول يدلني على المكان اللي كان هو بيتذكره محل الرحال، ورح يشرح لنا المكان، وان شاء الله ما يطلع لنا شيء. ولكن اذا طلع لنا رح فضي هذا المسدس في راسهم كلياتهم. جاهز. ضو القدام. يا مغامرين في هاي الغرفة رح نفتش غرفة. ضوي لي مصطفى. هي الغرفة ما كان يجوا يفوتوا عليها. هاي ضوي لقدام.
هاي الغرفة شو كان يصير فيها؟ ايه شو كان يصير فيها؟ هون هي الغرفة كانوا يجيبوا العالم يعذبون ويقتلون. شو كان يصير؟ كانوا يجيبوا العالم يعذبون ويقتلون، تمام. كل شي واحد بيخرج عن أمره بيجيبوه بيقتلوه هون، بعدين بيخفوه، بس وين بيخفوا جسمه ما بعرف. بهاي الغرفة؟ يا كفرة يا ملاعين. تعال نطلع لبرا. وهون شو؟ بهاي الغرفة في شيء بهاي الغرفة؟ لا هي الغرفة ما في، بس هي الغرفة في. عم عليك خليك شوي وراي. شوف هذا في حدا؟ شو كان يصير بهاي الغرفة؟ اثبات عندك. هون هي الغرفة. احكي لي انا وللمغامرين، لانه كلياتهم صاروا يطلبوا مني يقولوا لي بالتعليقات انه شو صار مع اخوك بلكي بيحكي لك. احكي لي شو اللي صار هون بهي الغرفة. هي الغرفة هون كانوا يجيبوا الأطفال. هي الغرفة؟ ايوه، كانوا يجيبوا الأطفال يسحروهم ويبعثوهم لعالم الجن. يبعثوهم لعالم والله العظيم سبك مشروع من بيناتكم لحظي هذا المسدس براسه. ما راح اسمح لاي واحد بهذا الكوكب يتعدى على اي طفل وانا موجود. الرحال وين كان موقعه؟ الرحال هيك موقعه. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. بهاي الغرفة أنا مرة شفت الرحال وشفتك لك محل ما أخذتك، بس هاي الغرفة شو هي؟ ضو لهون. الرحال كان يجي لهون، على طول هو وأتباعه معاه تبع اسمه القزم. الله أكبر. شو هالحكي؟ إيه. هون. طيب هلا هني وين؟ والله ما بعرف، هن بيجوا لهون بيختفوا كل سنة مرة، ما بعرف يعني ايمت بيجوا. يعني هلا ممكن ما نلاقيهم؟ ممكن نلاقيهم وممكن ما نلاقيهم. طب خلينا نمشي لقدام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ضو لقدام. مصطفى هون اللي كانوا يحضروا يعبدوا الشياطين. هون بهذا المكان. هون بهذا المكان جوا. هون يا ابطال بهذا المكان كان يجوا يعبدوا الشياطين، الرحال والعصابة الحمراء وتابع القزم. الله اكبر. انا بتذكر شغله رح لكم اياها يا مغامرين، اكيد انتم بتتذكروا، بس رح اقولها لاخي. ضوي لقدام. اخي هنيك بالصدر محل ما عم بتضوي كان موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. كان موجود معك ساحر او هيك شيء طلع من الارض جن، وكنت انت محبوس جوا. هل معقول زفت من جوا نلاقي الرحال؟ ما هذا الرأي الرحال، بس انا يعني شو هالكلام هذا؟ صدمتني. ما بتتذكر انت؟ انا ما بتذكر شيء، انا بتذكر بس انت جيت اخذتني. يا مغامرين لازم هلا نفوت لجوا ونغامر. ادعوا لنا. هلا يا مغامرين راح اتجه لاول غرفة، بركي بنلاقي شيء ضوي. بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت ورانا، في صوت. وين؟ من هنيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقني يا مغامرين، انا ما بعرف. الله اكبر. لا اله الا الله. مين هاد؟ ليكو يا مغامرين فتت. مين هاد؟ هذا القزم اللي كان عطونا. لا اله الا الله. لك مين هذا الثاني؟ في واحد ثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. مين هدول؟ لك القزم، بس الثاني انا ما بعرفه. لك يا مغامرين والله العظيم في حدا عم مر من ورا، انتوا شفتوه بظن. بس ما يحسوا علينا هلا. خلينا نمسكهم واحد. رجع. يا مغامرين هلا راح اضربه طلقه بس يطلع. ليكو مات. لا يا مغامرين راح اشوف وشه، راح اكشف لكم وشه لهذا الجني لاول مره. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو هذا محمد؟ شو هذا القزم اللي كان مع رحال. بسم الله الرحمن الرحيم. رحال ورانا. ليكو الرحال. لا اله الا الله. تعال عم يتمح لك. انا شفت وجهه يا مغامرين، شفت وجهه من بعيد. هذا الرحال. رجع. لا تطلع صوت ابدا يا مغامرين. انا مقرب الكاميرا كثير عليه لحد تقدروا تشوفوا. لا اله الا الله. الله اكبر. شو هذا الضوء؟ الرحال يدخل.
طف 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 طف. يا مغامرين الرحال ليه بس. مغامرين الرحال شوف على منظره، شوف على صديقي. وبعدين محمد اخي، ولك هذا القزم رجع عاش مرة ثانية، كيف هيك؟ هذا رحال رجع عايشه، لأنه كل ما بيموت حدا من السحرة الرحال بعيشه. كيف ما بعرف. محمد اخي بسم الله الرحمن الرحيم. اخي وقت. ولك هذا انت؟ الرحال اترك اخي، اقول لك رحال اترك اخي. يا مصطفى راس انت خاين تركتونا والله. بحرق اي حدا بيقرب الدائره بحرقه. لا تفوت على الدائرة. محمد فشوا برا الدائرة. رحال اثبت، رحال سامحني على هاي الضربة. اوكي يا مغامرين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا مناح بألف صحة وخير. اوكي يا مغامرين، مثل ما شفتوا شو صار معانا مع الرحال. حاب احكي لكم كم شغله مبدئيا مشان ما تستغربوا. الفيديو انقاذ الرحال صار له تقريبا اليوم السادس. اليوم السادس. نحن من 3 ايام صارت معنا هاي الحادثه وصورنا انقاذ الرحال، شفتوا كل شيء بعينكم الحمد لله. الخطط اللي كتبتوا لي اياها انتوا لتحرير اخي وتحرير الرحال نفعت. شكرا لكم كلياتكم، اقسم بالله العظيم مبسوط كثير مبسوط باقتراحاتكم وكلامكم. وعلى فكره عم بقرا كل تعليق عم بيجيني اللي عم ينصحني فيه شو اعمل وشو لازم اسوي لهم خطط وكمان. فشكرا لكم كلياتكم، هذا مبدئيا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله فضل الله ثم فضلكم قدرنا نرجعهم. بس ولكن الفيديو هذا من 3 ايام اللي شفتوه. هلا نحن تقريبا بعد 3 ايام من تصوير الفيديو، يعني صار لهي الحادثه اليوم السادسه. انا بعد ما اخذت الرحال قدرنا نخلصه، طلعنا من المكان باعجوبه تامه انا واخي والرحال. مغامرين نحن اخذنا الرحال لعند الشيخ وضل عنده 3 ايام، وبعد 3 ايام جبناه على البيت من المكان المهجور لعند الشيخ. اليوم رنينا للشيخ، الشيخ كثير محترم، كثير محترم. له من هون تحيه كبيره. هو ما رضي يصوره بس ولكن عن جد الحمد لله انه لسه في ناس طيبه لهي الدرجه يساعدونا. الرحال اللي قدامكم رح نساله كم شغله لنفهم شو صار معه، ليش هيك صار، وين راح، وين اختفى، كيف فجأة رجع طلع، فهم كل التفاصيل. رحال الحمد لله على السلامة. بدي اسألك السؤال اللي اكيد كل الناس هلا اللي عم تشوفني اكيد رح تسألك اياه لو مكاني. انت ليش عملت هيك؟ وكيف انتقلتوا من هداك المكان لهذا المكان؟ كيف؟ ليش هيك عملت بداية؟ لا انا الصراحة انا وقت اللي انعضيت شفت بعدت عنك لانه خفت اذيك. حلو. فاختفيت، ما بعرف، صرت ما اشوف شيء قدامي غير انه انا بالمكان هداك وكل شيء اسود، يعني كانه تخيل حالك عايش هيك فراغ اسود، كله اسود ما بس في كان شيء هيك متحكم براسي. يعني انت ما كنت تشوف قدامك فوقك تحتك، يعني كله سواد؟ كله سواد. كنت اشوف قدامي، اشوفكم كذا، بس يعني اشوفك انت، اسمع اصواتكم، اسمع اصوات غريبه، اسمع اصوات اطفال. اصوات اطفال؟ في اطفال كثير سمعت صوتها، بس بنفس الوقت احس في شيء هيك كانه شيء حدا عم يتحكم بدماغي بعقلي انه شو اتصرف، شو اعمل، ايش اسوي. طيب في حدا حكى معك؟ في حدا كان عم يحكي معك، حدا هيك عم يتواصل معك عم يسالك؟ صوت جوا راسي، بس صوت جوا راسي، لحد الان راسي عم يوجعني من هذا الشيء. بقول حالا انا ما بدي تعبك اكثر من هيك. ان شاء الله يا مغامرين انتظرونا بمغامرات جديده. عم جهز لكم مغامرات كثير قويه لدرجه رهيبه، راح نكسر فيها السوشيال ميديا كلياتها. بس ولكن هلا راح نعطي فتره راحه مقاتل او استراحه مقاتل للرحال لفتره، ان شاء الله بركي بيرجع لنا بخير وسلامه. انا كثير خجلان من متابعينا، خجلان منكم كثير، يعني عادي. انا خذلتكم هيك، يعني انا صرت لا تحكي هيك. انت كان مسيطر عليك الجن. بدي منكم يا مغامرين كلياتهم من ورا هذا الكلام اللي حكاه كلياتكم تنزلوا على الكومنتات كلياتكم وتقولوا له اهلا برجعتك برجعه محمد اخي، وبدي منكم تضيفوا حساباتهم الانستغرام لهاد ولهاد
وتروحوا تبعتوا له للرحال الحمد لله على رجعتك. وشكرا لاخي محمد انه ساعدني، والشكر الكبير لرب العالمين. ثم لكم، بعرف تاخرت عليكم بالفيديو، شكرا كثير كثير لكل واحد وقف معنا. نشوفكم في الفيديو الجاي، وانتظروا المغامره الجديده.